ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. صحيت الساعة 2 بالليل مخضوضة. جوزي بيقول لي جعان جعان. قايمة افتح التلاجة ما لقيتش اي حاجة فيها. افتكرت ان انا كنت جايبة اسكالوب بانيه وكنت متبلاه. قال لي ايه ده؟ هو انت عاملاه البصل كده باين فيه؟ قلت له مالكش دعوة. قال لي لا، لازم تبشري البصل وتصفي المية ويبقى حلو. قلت له لا لا لا، ده كده احلى بكتير. تعالى بقى دوقك احلى اسكالوب بانيه. شايفين بقى دلوقتي حمرت البطاطس الساعة 2 بالليل يا جماعة، وادي اسكالوب بانيه روعة روعة. يعني القشرة لا واقعة ولا اي حاجة. ناشف من بره مقرمش، ومن جوه بقى طبعا جوسي. وحطيت البيض والبقسماط وخلاص خلصت البفتيك. قال لي ايه ده؟ وانا هاكل دلوقتي كده البفتيك لوحده ما فيش اي حاجه غير البطاطس جنبيه؟ قلت له لا، ده احنا الساعه 2 بالليل. قال لي لا، ده انا عايز اكله كده بقى ايه حلوه كده تفتح النفس جنبه، مش عايز اي مكرونات خالص، انا زهقت منها. شوفوا بقى انا عملت ايه. شايفين بقى الاسكالوب بانيه؟ القشره لا واقعه ولا اي حاجه، ومن جوه جوسي جوسي. كان عندي الكوسه وكمان طلعتها وقورتها وحشيتها وبسرعه دخلتها في الفرن. يا سلام على ريحتها مع ريحه البفتيك. قال لي يا بنت ايه كل الاكله الحلوه دي؟ من ساعه ما كل الاكله وهو من ساعتها صاحي لحد دلوقتي، من الساعه 2 بالليل. قال لي لا بجد شابوه ليكي، ابهرتيني.